3 أصناف من الناس لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما. رجل يدخل الصلاة يصلي بالناس وهم يكرهون صلاته، هم يعلمون أن سلوكه منحرف. الإمامة حاول ألا تتقدم إلا إذا علمت أن الجميع يرغبون في أن تصلي أو الأغلبية، ولا تفرض نفسك على الإمامة. الصنف الثاني امرأة باتت وزوجها ساخط عليها، طلب منها الحق الشرعي فامتنعت، عند ذلك بات الذي في السماء غضبان عليها. أن الرجل تزوج المرأة بحق الله وصارت له حلالا، قد تكون مريضة، قد يكون هناك سبب، إنما إذا امتنعت بدون وجه حق بات الذي في السماء، وده كناية، باتت الملائكة تلعنها أو بات الله غضبانا عليها. فطاعة المرء يعني المرأة لما تعمل رصة براس الراجل، مش ممكن المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لازم. فأنت لما تزوجتيه وقبلت الزواج قبلت أن تكون العصمة في يده، أن تكون إدارة البيت زي القرآن ما قال. القرآن قال الرجال قوامون على النساء، فربنا جعل له القوامة. فينبغي للمرأة في هذا الزمن ألا تستنكف، يعني لا يجوز للمرأة إنها تخرج من بيتها إلا بعد إذن زوجها، وإذا خرجت بدون إذن زوجها فعليها لعنة الله حتى ترجع. دي ليس يعني الرجل مش سجان، الرجل ينبغي أيضا أن يعلم أن القوامة من الرجل قوامة مودة ورحمة، إن المرأة ليست خادمة وليست جارية، المرأة إنسان مثلك تماما، لكن ربنا جعل لك عليها درجة. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وكلام المفسرين كل ما يطلبه الرجل من زوجته من أمانة وعفة وإخلاص واستقامة ومراعاة مزاج تطلبه المرأة من زوجها. لازم أنت تكون عفيف ومستقيم وتراعي خاطرها، لأن ربنا قال ولهن يعني للنساء مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف. عاوز منها حقوق اديها حقوقها، اديها المهر والنفقة والعشرة بالمعروف، وكن انت مستقيم حتى تكون مستقيمة. فمن المرأة إذا باتت زوجها يطلب منها طلب وهي تغضبه، فبرضك تصلي لا ترتفع صلاتها شبرا، وده بشرط ان الرجل يكون إنسان مستقيم ومؤدي حق الله. فإذا امتنعت هي عن أداء حق لزوجها فصلاتها لا ترتفع شبرا. وأخوان متصارمان، 2 إخوة أشقاء متخلفين مع بعض، لا ده يكلم ده ولا ده يكلم ده، أو 2 إخوة مسلمين، لأن الواحد لا يجوز أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخوان متصارمان يعني 2 أشقاء، أخ وأخت يعني متخاصمين، برضك ربنا ما يقبلش صلاته. أو أخوان في الإسلام صديقان، يعني كل منهم قد خاصم أخاه، فينبغي أن نعرف أنه يجب أن نبدأ بالسلام وبالله.